لا سيما ما حكي عن حراسته ومسائل القنابل يعني إلى أي حد هذا الخبر دقيق؟ يعني لم نتأكد تماما حتى من نوعية الأسلحة، يعني حتى بالطاقة النارية هناك أكثر منه، حتى القنابل المسيلة للدموع. الآن هناك قنابل يعني لها تأثير مثل الأسيد، يعني تطلق على الناس وخاصة في هذا الحر يتلق. يعني الآن سوريا تشهد مناظر عجيبة غريبة. طبعا الصور تأتينا تباعا ونحن نحتفظ بها المنظمات الدولية والمحاكم. الآن يجري يعني ما يجري في سوريا هو هستيريا حقيقية من قبل النظام. الآن يعني في كل تأتي خبر من هنا وهناك عن قتيل جديد. يعني في حماة 113 شهيد حتى الآن، 21 شهيد في منطقة دير الزور، في بوكمال لديد، ايضا في ادلب بن الشهيد، ولدينا في جرجناس شهيد، في معرة النعمان شهيد، وهناك يعني جرحى بالعشرات. في الحراس 7 شهداء بينها طفلة. الآن في حما يعني أحد الأطفال تم ذبحه بالسكاكين، يعني ورفع اليوتيوب من قليل يعني فيديو على بالسكاكين من قبل فرق الموت. يعني هؤلاء لا يكتفون بالقتل، لا يكتفون بشرب الدماء، وإنما يتلذذون بالتعذيب. هؤلاء ليسوا بشر، وعليهم ان يعني يجلسوا في حظائر، في حدائق للحيوانات. يعني شيء غريب الذي يجري في سوريا، ان الشعب السوري اليوم يقترض امام انظار العالم، امام صمت مخزي. اعتقد ان كل من يصمت اليوم هو شريك في الجريمه. اليوم دم السوري كل العالم. يعني اين تصريحات اردوغان الذي تحدث ان حماة لن تتكرر الجرائم فيها؟ اليوم تتكرر الجرائم في حماة، واردوغان على بعد كيلومتر لم يحرك ساكنا. يعني الموقف الايطالي هل هو اكثر تقدما من الموقف او المصري او الاردني؟ يعني شيء غريب، فعلا شيء غريب. هذا الشعب الذي نصر كل القضايا العربية. هناك نعم. موقف امريكي ايضا لربما اطلعت عليه، قال ان الروايه الرسميه السوريه خياليه، وان باقتحامها محاوله اقتحامها لحماة اليوم حربا على شعبها. إلى أي حد يمكن أن يخدم يعني الاحتجاجات هكذا تصريح؟ يعني الآن الشعب السوري لا ينتظر تصريحات لا من أمريكا ولا من الظواهر، يعني وما بينهما. يعني الآن ننتظر تصريحات يتحدثون أن ما يتم الآن هو يعني رواية خيالية من قبل النظام. هذا نعرفه من اليوم الأول. يعني حتى الطفل الرضيع الذي حراك اليوم الطفلة يعني تعرف أن هذه الروايات هي روايات خيالية. عندما يتم اعتقال ممثلين، يعني عندما يقال يعني مسيحيين بتهمة سلفية، يعني هذه روايات ليست خيالية فقط، هذه كوميديا سوداء. الآن الذين يدافعوا عن النظام هم قتل. رأينا مهرجان في حلب بالأمس، من الذي خرج؟ يعني هذه الممثلة التي كانت تدافع عن صدام اليوم تدافع عن بشار. إذن يعني نحن تشبيه الرئيس السوري بصدام حسين هذا أبلغ رسالة. شكرا رغدة، شكرا على المسرحية اللي عملتيها امبارح. يعني الآن وصمة عار كل من يسكت عن هذا الدم المسكوب في الشوارع السورية. اليوم أكثر من 145 شهيد وآلاف الجرحى. يعني حججهم بأن هناك مسلحون، هناك عصابات مسلحة يرددون هذه الرواية، وأيضا هناك تظاهرات مؤيدة تؤيد الرئيس بشار الأسد، وهناك فعلا كما ذكرت هناك بعض الفنانين شاركون في مهرجانات مؤيدة. يا سيدتي أنا التقيت بمعتقلين قالوا أنهم يهتفون في ساحات السجون باسم الرئيس، وأنهم أجبروا في السجون على صوت الرئيس، وأنهم حلفوا بأن لا إله إلا الرئيس، وأن يعني الرئيس هو الإله في الكون كله. يعني تعرف كيف تساق الأغنام هؤلاء إلى المسيرات المفبركة. كفى خداعا. فإذا كان الرئيس له كل هذه الشعبية، وإن كان هذا يحظى في كل هذه الأريحية، فليتركوا الناس تعبر سلميا، فليتركوا كل الشارعين ينزل إلى الشارع، فليصبح غابات ديمقراطية وحرة. لماذا يقتلون الناس؟ لماذا يعني يعتقلون المسيرات حتى التي تجري بكل سلمية من قبل يعني ممثلين، من قبل مفكرين، من قبل فعاليات من النساء نفسه؟ يعني هناك جنود أيضا من بين القتلى. يعني جنود بين القتلى. رأينا نموذج كيف يتم إخراج المدنيين من المشافي وإلباسهم لباس عسكري للقول بأن هؤلاء هم جنود. هذه رواية. الرواية الأخرى رأينا كيف البارحة فقط في دير الزور كيف 7 أو 5 عنصر من الجيش السوري لجأ إلى الأهالي وقال لهم لا نريد إطلاق النار عليكم، نرجوكم هنا. اليوم الذي يجري انتقام من أجل حماية هؤلاء المدنيين لهذه العناصر في كناكر، رغم أن الأهالي وبعد حشد الدبابات سلموا
بعض العناصر جاءت إليهم إلا كانت أن العقاب كان قتل 20 واحد بالدك واعتقال 550. واليوم صباحا اتصلوا بهم وقالوا لدينا 30 جثة، عليكم أن تستلموهم بالتقسيط وأن لا تشيعوهم باحتفالات عامة. ما الذي يجري في دمشق؟ تم اختطاف الشيخ نواف وهو من أحد مشايخ العشائر الكبيرة في سوريا، تم اختطافه بسبب أحراض في دمشق. اليوم اجتماع كبير للعشائر في منطقة أعطوا النظام السوري 24 ساعة فقط لإطلاق نواف البشير. هل هذا النظام لأوريك هذا النظام كيف غدا؟ وأخبرنا بذلك. شكرا جزيلا من دبي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا. وقد